يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين به نستعين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم ألهمنا الرشد والصواب وآتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم إنا نعوذ بك من دعوة العلم والصلاح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر المسلمين، زوار هذا البيت المبارك، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتشرف المجلس العلمي المحلي لعمل مقاطعة عين الشكر بحضوركم بأن يلتقي معكم في هذه الليلة المباركة الربانية، ويطيب له أن ينظم هذه الأمسية القرآنية الربانية بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبتعاون مع جمعية التقوى المكلفة بتدبير وتسيير هذا المسجد العامر المبارك. الحمد لله الذي وفقنا لهذا وجمعنا في هذا المسجد المبارك من أجل غاية واحدة، وهي أن نقرأ القرآن الكريم ونستمع إليه بقلوب خاشعة. نحن على بعد من أيام من حلول شهر رمضان المبارك، وأبى المجلس العلمي والجمعية المشرفة على هذا المسجد إلا أن ننظم هذه الأمسية استعدادا لهذا الشهر العظيم المعظم. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعتبرون هذا الشهر شهر شعبان بأنه شهر القرآن. كانوا يستعدون إلى رمضان فكانوا يكثرون من قراءة القرآن الكريم. أيها الأفاضل، أيتها الفضليات، نجتمع من أجل أن نستمع خاشعين لتلاوات من كتاب الله سبحانه وتعالى صادرة عن أفواه ثلة من القراء المميزين العالميين الذين أصبحوا عالميين قبل أن كانوا وطنيين، يعني غابة فوق الحمد لله في المريد، ولكن هذا التفوق أدى بهم إلى أن تكون لهم شهرة واسعة على نطاق واسع في العالم. القراء الذين نتشرف بحضورهم في مقدمة القارئ الذي نفتخر به وهو السيد مصطفى غني عن التعريف، وسأتحدث عن كل واحد بخلاصة عاجلة إن شاء الله تعالى في وقت الحين. ثم عندنا القارئ المميز الشاب
عبد الرزاق والعباس الرباش، وهذا الشاب كذلك سأتحدث عنه هنيئة. ثم عندنا الأستاذ القارئ عبد الرزاق بغفور، وعندنا القارئ إمام هذا المسجد وهو الفقيه ديالنا السي محمد بوكم. بهذه المناسبة كذلك انفتح المجلس العلمي المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف وكذلك الجمعية على منطقة خارج منطقة عين السوق من أجل تكريم بعض الوجوه العالمة المحفظة المؤطرة، وجوه عالمة مؤطرة محفظة للقرآن الكريم. الأمر يتعلق بالشيخ سي حسن الصبور، الشيخ الورع الزايد، هذا هو عندي معروف إن شاء الله تعالى، وأعرفكم عنه من لم يعرف أو من لا يعرفوه، ووضح لكم شكون هو الشيخ. ثم المقرر الثاني وهو السنباط المندن، وسأتحدث عنه كذلك. هذا الزوج هادو اللي هما الأساتذة والشيوخ ديال الفقيه ديال الناس محمد بوكم. معاهم واحد الشيخ آخر اللي تعذر عليه الحضور، وهو مولاي خالد مولوع رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعة عين السوق الذي تعذر عليه الحضور، وهو كذلك شيخ للفقيه تاع الناس محمد بوكم. إذا إن شاء الله تعالى حتى لا أطيل عليكم نبدأ أمسيتنا هذه، ولكن الذي أطلبه منكم هو أننا نجتمع هنا في هذا البيت المبارك من أجل سماع القرآن الكريم، ليس من أجل أن نتغنى به فقط أو نطرب عند سماعه أو غير ذلك، وإنما أدعوكم أنكم تستمعوا القرآن الكريم بقلوب خاشعة، قلوب خاشعة يملكها التدبر. علاش؟ لأننا لما كنسمعوا القرآن الكريم يتلى بطريقة صحيحة وبصيغة جميلة ومدققة من حيث المخارج والصفات والقواعد، بطبيعة الحال هذا يساعد على حصول الخشوع في القلب وكذلك حصول التدبر بآيات الله سبحانه وتعالى. باش نقضيو واحد الوقت اللي غادي نستافدوا منه ونخرجوا كلنا بإذن الله سبحانه وتعالى مستافدين هذه الأمسية والأجر يحيط بنا، هو أننا غادي نرجو أن نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. احنا بغينا هذه الليلة يحصل لنا هذا الشيء من بداية الاستماع، من بداية الدخول ديالنا. نريد ونرجو أن تحفنا الملائكة وتنزل إن شاء الله في هذه الليلة وتحفنا بأجنحتها وتستغفر لنا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر. إذا أيها الأخوة الكرام، نفتتح إن شاء الله تعالى أمسيتنا هذه بقارئ الحمد لله هو متميز وقد أبان عن تميزه في مناسبات عدة، والحمد لله نرجو له أن يكون في مستوى أعلى من هذا مما يؤديه عند الآن. الأمر يتعلق بسيدي عبد الرزاق بغفور، هذا الشاب ما شاء الله له صوت وله حجرة ما شاء الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يحفظها وأن يبارك فيه ويبارك في قراءته. وللعلم فإنه أستاذ تربوي، المهنة ديالو أنه أستاذ تربوي، وهو يؤدي مشفع، يؤدي تراويح في عدد من المساجد ومن
بين هذه المساجد مسجد عثمان بن عفان التابع لعمالة مقاطعة الشغل يعني مسجد سعيد بن عين الشغل، وكذلك مسجد بحي الندمري، فندعوه إلى التفضل مشكورا بارك الله فيه ووفقه. تفضل سيدي عبد الرزاق الغفور بالتوفيق إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده